طيب تعالى نشوف كده القص ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللحم يا جماعة، حمام اللحم اللي الناس كلها بتسأل عليه اهو، بيأكل زغاليل طبعا. ده اللي انا عايز اقول لك عليه، الحمام هيرجع يشتغل. شوف حمار جسم الزغلول اللي انا قلت لك عليه قبل كده اهو. طيب الدرج ده اللي كان مليان ميه، شايف الدرج؟ انا ما نضفتوش بقالي اسبوع عشان اوري لك المنظر ده. بقالي اسبوع انا كنت كل يوم بكب منه ميه. هتشوف دلوقتي الفرق، اوري لك الفرق الدرج لما كان فيه ميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة، فاكرين لما عملت فيديو وقلت لك 7 شروط لازم توفرهم عشان لو هتعمل مزرعة حمام لحم أو أي حمام، لازم لو هتربي أي حمام يكون متوفر عندك ال7 شروط. فاكر الفيديو ده؟ الفيديو ده قلت لك في وقتها، قلت لك إن أهم شرط في ال7 شروط إن يتوفر عندك الطبيب البيطري والأدوية البيطرية الفعالة. الحمد لله بعد ما استخدمنا المنتجات اللي بيقول عليها المهندس أسامة حسين. طبعا حضراتكم عارفين في فيديو سابق كنت انا صورت لكم حمام بيعمل ميه في درج السلاكه وزغاليل غرقانه حتى في الميه. طبعا استخدمت الادويه اللي كان قال عليها وقتها المهندس أسامة حسين، وده اللي شجعني اني اشتري باقي المجموعه كلها او الجدول الوقائي بالكامل. الحمد لله الادويه دي اتوفرت للناس اللي هي من دمياط او من بورسعيد، بمعنى ان انا خدت توزيع الادويه دي في دمياط وبورسعيد. طيب هتقول لي انا مش من دمياط او انا مش من بورسعيد، هقول لك صور للمهندس أسامة حسين الحاله، هسيب لك رقمه دلوقتي على الشاشه. صور له الحاله، هو هيوصف لك العلاج. ما تاخدش العلاج مني او من اي حد تاني او من اي موزع. المهندس أسامة حسين هتبعت له فيديو قصير تصور له الحاله، هيبعت لك العلاج او هيقول لك اتي كذا واتي كذا. لو انت مش عارف تجيب منين، مهندس أسامة او انا هبعت لك دلوقتي، هحط لك برضو الموزعين في جمهورية مصر العربية بالكامل. هتشوف اقرب موزع ليهم مين يشحن لك، او لو انت ما انتش عارف مين اقرب موزع هنقول لك برضو، هندلك على ونساعدك مين اللي يعطيك الادويه او اللي يشحن لك الادويه. اقرب حد ليك يشحن لك الادويه. تمام كده؟ المهندس أسامة هو اللي هيشخص والموزعين هتوزع لك الادويه. اهم شيء في الموضوع ده يا جماعه التشخيص. يبقى انت هتدفع في ازازه الدواء دي، مش هتدفع ثمن ازازه الدواء ده، انت دفعت ازازه الدواء وخدت عليها التشخيص كمان مجاني والمتابعه مجاني. بالطريقه دي عالجنا الحمام. طيب لو انت من دمياط او من بورسعيد، هتكلمني على الرقم اللي هسيبه لك دلوقتي على الشاشه وتقول لي ابعت لي اشحن لي كذا 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 الادويه اللي هي الفلانيه اللي انت المهندس أسامة قال لك عليها حسب الحاله اللي عندك. ان شاء الله هننزل الجدول الوقائي الشتوي اول الشهر اللي جاي، يعني بداية كده من شهر 11 ان شاء الله هنبدأ نشتغل بالجدول الوقائي الشتوي. هسيب لك دلوقتي الجدول الوقائي الصيفي اللي هيبقى فيه تعديلات بسيطة علشان نخليها للشتاء ان شاء الله. لكن ده اللي قدامك على الشاشة اللي هو جدول الصيفي. أسئلة بتسألها الناس عن العلاج. العلاج ده يا جماعة كل الأدوية دي مصنعة بحاجة اسمها تكنولوجيا النانو، كلها مصنعة من مغذيات طبيعية. يعني بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تذبح في اي وقت. لو انت حتى مربي فراخ بيضة وعايز تذبح، طبعا فراخ بيضة دورتها سريعة وتستخدم الادوية دي، اذبح على طول، مفيش اي مشكلة. مفيش فيها فترة السحب او فترة الرفع اللي موجودة في الادوية التانية. الادويه دي مغذيات طبيعيه، يعني تذبح في اي وقت. تمام كده؟ طيب الناس اللي هي كانت سالت وقالت ان العبوات كبيره، الناس اللي هم بيربوا كميات صغيره، طبعا اقل عبوه من دي 100 مللي او 100 سم زي ما احنا بنقول في مصر. فانت طبعا كنت عايز عبوه 50. مفيش تقطيع في العبوه دي لسبب يا جماعه، يعني ما ينفعش ان انا اقسم منها لسبب. احنا اتكلمنا في الحكايه دي مع المهندس أسامة حسين، انا طلبت منه ان الشركه تعمل عبوات 50 مللي. قال ان التكلفه هتكون اعلى. ليه؟ لان الشركه بتستخدم ازازه زي كده. لو لاحظت ان هي دي الازازه، شكل الازازه مغلفه من الداخل بطريقه معينه ان هي ما تدخلش الضوء والعوامل الخارجيه ما تاثرش على العلاج عشان يكون صالح معاك لمده السنتين. صلاحيه الدواء دي يا جماعه سنتين، فانت هتستخدمها وانت مرتاح. فيعني اذا كانت الكميه عندك قليله، الازازه هتقعد عندك سنتين، فهتكون كافيه ان شاء الله وتكون صالحه للاستخدام. فما تقلقش من الحكايه دي باذن الله. والشحن يا جماعه، الشحن اللي انا بشحنه، انا بشحن لدمياط وبورسعيد فقط. طبعا الجماعه اللي من دمياط، انا من دمياط، يشرفوني، ولو اللي مكانه بعيد برضو اشحن له.
لكن الناس اللي من بورسعيد بشحن لهم، اللي من محافظات تانية في موزعين تانيين في كل محافظات مصر ان شاء الله، او اقرب محافظة ليك هو اللي هيشحن لك العلاج. طيب ما تيجوا نطلع كده على طول للحمام، انا اطلع اكل الحمام ونشوف برضو الحمام، اوري لك الفرق قبل ما استخدم. سيب لك دلوقتي اللقطات في الدرج بتاع الدرج البلاستيك كان عامل ازاي، الميه اللي كانت في درج البلاستيك، الميه اللي كانت فيه وكأني كنت مربي ارانب. ودلوقتي هوري لك نفس الدرج اللي كان فيه الميه بقى شكل زبلة الحمام عاملة ازاي. طبعا احنا طول عمرنا بنقول زبل حمام، لكن بأمانة انا ما كنتش بشوف زبل الحمام قبل ما استخدم العلاج ده، كنت بشوف مية، وطبعا دي مشكلة في الحمام. لكن دلوقتي لقيت الحمد لله الحمام رجع لطبيعته يا جماعة. طبعا انت هتجرب، انا مش عايزك تجرب الا اذا كان عندك مشكلة فعلا في الحمام. كان عندك مشكلة ابعت الفيديو زي ما قلت لك للمهندس أسامة حسين، ورجاء ما تطولش عليه، الراجل مش فاضي ان هو يرد على الناس عشان يقدر يرد على الناس كلها. اللي عنده اي مشكلة يا جماعة في مصر كلها وفي الوطن العربي بيكلمه، بيوصف لك العلاج، وهتشوف ان شاء الله التشخيص اهم من العلاج. طب تعالى نطلع على طول نشوف الحمام. طيب تعالى نشوف كده القص ده، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. اللحم يا جماعة، الحمام اللحم اللي الناس كلها بتسأل عليه اهو، بيأكل زغاليل طبعا. ده اللي انا عايز اقول لك عليه، الحمام هيرجع يشتغل. شوف حمار جسم الزغلول اللي انا قلت لك عليه قبل كده اهو. طيب الدرج ده اللي كان مليان ميه، شايف الدرج؟ انا ما نضفتوش بقالي اسبوع عشان اوري لك المنظر ده، بقالي اسبوع انا كنت كل يوم بكب منه ميه. هتشوف دلوقتي الفرق، اوري لك الفرق الدرج لما كان فيه ميه. طيب شوف قص تاني اهو، بسم الله ما شاء الله. الحمام لما رجعت صحته تاني اهو يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الزغاليل لسه صغيره، لو شفت تحت باطهم كده او تحت جناحهم هتعرف ان الزغاليل لسه صغيره. ماشي، الاهالي اهم، الاهالي اهم راقدين على حصى فوق في الرف العلوي اهو، راقدين في الرف اهو، تمام، تحتهم حصى اهو. نشوف بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طيب نشوف هنا اهو. طبعا حضراتكم عارفين ان انا كنت بايع الحمام، كنت بايع الحمام اللي شغال، فطبعا فض زغاليل صغيره وحاجات زي كده، فانا عملت 3 و4. هتلاقيني حاطط كده دول 3 زغاليل اهو، والقص بتاعهم فوق اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب تعالى هنا كده للسلاكه الخشب دي ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عايز اوريه لك بقى، شوف ارضيه السلاكه ناشفه ازاي، ده كان كل ده بيطلع مبلول. هنشوف الزغاليل اللي لسه صغيره، شوف يا جماعه ما شاء الله الزغلول ملا، الزغلول بقى فيه لحم، وطبعا زغلول لحم لازم يكون فيه لحم اهو ما شاء الله اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ربنا يبارك لك يا باشمهندس اسامه، والله حقيقي ربنا يبارك لكم الناس اللي اشتغلت على الدواء ده اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا كل ده واحنا لسه ما اشتغلناش بالجدول الوقائي كامل، احنا يا دوب كده استخدمنا كام صنف المهندس اسامه قال لي عليهم، على ما يجي اول الشهر ابدا اشتغل بالجدول الوقائي الشتوي. لكن بوري لك النتيجه برضو، الناس اللي هي عايزه تشوف النتائج يعني على الطبيعه. كان في حد بيسالني على اللحم السلفر، عايز يشوف شكل الحمام وشكل زغاليله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله اللي انا اكتشفته من الحمام اللحم السلفر ان هو سرعه في الانتاج اعلى من الحمام اللحم الابيض. طبعا ده كان حمام وارد الكويت، اللي انا كنت جايب قصين كده من الاستاذ هاني الغالي اللي هو كان بيشتغل في الكويت وجايبهم وهو جاي، ده قص منهم ما شاء الله. انا لسه فاطم من عنده 3 زغاليل، عشان والله انا خدت بيض من النص، يعني كان حصه كمان في النص، وشلت بيضه عشان اريحه شويه وسبت له الزغاليل ان هو يكبرها، وشلت الزغاليل دلوقتي في الارض. هوري لك برده زغلول من اللي انا شايلهم منه دلوقتي، ده زغلول من زغاليله بسم الله ما شاء الله. طبعا ممكن تشوف ان هو عادي كده، لكن لما تمسك الزغلول في ايدك هتعرف الفرق، هتعرف ان هو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله. لكن ده يا جماعه ما حدش يطلبه مني، مش للبيع، مازال لسه قدامي حوالي سنه اما ابدا ابيع من اللحم السلفر، تمام اهو. بنزله بس عشان ايه؟ بوصل البيض. حتى القص الزاجل ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله بقى اهوت، لحم العيش في العيش كان معاه ال3 زغاليل دول، ابوهم هنا اهو بياكلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودول 3 زغاليل كنت حاطط لهم زغلول لحم كمان زي ما حضراتكم عارفين.
وهنا برضو ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده انا حاطط له زغلولين مع زغلولين بتوعه، يعني اربعه، هم اربع زغاليل. بس طبعا بحطهم في عمر اكبر شويه، ما بحطهمش وهم صغيرين. يعني بيحضن اربعه، وما شاء الله حصه في الطاجن اهو. نشوف له شويه تحديق نفرشهم له. لسه محصه اول حصويه اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهنا ده يا جماعه برضو ما شاء الله لا قوه الا بالله، مع زغلولين. هو حصه من حوالي اسبوع، القص ده حصه من حوالي اسبوع، وانا خدت البيض بتاعه حضنته تحت حمام تاني، لان الزغاليل طبعا كانت صغيره، فانا فضلت ان هو يكبر زغاليله افضل. خدت البيض بتاعه وحضنته تحت حمام تاني، لان طبعا زي ما انت شايف كده من اسبوع ولسه الزغاليل صغيره دلوقتي. طيب، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.